السلام عليكم. تعالوا كده ان شاء الله النهارده اعرض لحضراتكم مجموعة من الحمام للبيع. المجموعة كلها تعتبر مجموعة متميزة، موجودة عند اخت فاضلة بتبيعها عشان محتاجة ان هي تجيب كلفة او حاجات زي كده. اما بالنسبة للتعليقات اللي موجودة ديت، احب اقول للانسان اللي كاتب التعليق ده حسبي الله ونعم الوكيل، وده السبب اللي بيخليني بصراحة ما اقولش اي اسعار في الفيديو. في ناس بتبقى عندها قلة حياء وقلة دين، فيعني انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، وانا مش مسامحة حضرتك لا دنيا ولا اخرة. حضرتك انسان، حرفيا انسان مهزأ، وانا بقول لحضرتك نفس الكلمة اللي انت قلتها لي اتقالت لامك واتقالت لاختك واتقالت لزوجتك، بس من ورا ظهرك، لان كله سلف ودين، ودي طبيعة الحياة. حسبي الله ونعم الوكيل. تعالوا بقى كده نبتدي المجموعة بتاعتنا. وأول جزء معانا من الحمام الكينج. الحمام الكينج دي زغاليل معتمدة على نفسها، اللي يعجبه الحمام يتفضل يتواصل معايا خاص. مش هقول أسعار بصراحة، لأن في ناس بتبقى يعني أنا أسفة على اللفظ اللي أنا قلته، بس ما عندهاش احترام لنفسها. ده زغاليل معتمدة على نفسها. أنا بأكل تأكيل ده الحمام ده من عندي، وفي حمام مش موجود عند اللي من عندي هقول من عندي، واللي مش من عندي هقول مش من عندي. دي زغاليل من مزرعة، أفضل مزرعة في الشرق الأوسط موجودة فيها الحمام الكينج. أنا جايبة البيضة من الحمام ده ب1000 جنيه، جايبة البيضة الواحدة ب1000 جنيه، عشان أنا حد فاهم حد عارف معنى الحمام ده، فعشان كده دفعت فيه فلوس. فإن شاء الله ده زغاليل معتمدة على نفسها. طبعا اعتمادها كله كان على الأهالي. أنا من نوعية اللي أبدا ما بأكلش يدوي نهائيا. الجزء اللي بعد كده، وأنا شاكة إن دولت نوتيان مش ذكر وانتاية. عرضتهم من فترة، ولما جبت الحمام ونزلته يعني حسيت ان هما نتايتين لكن مش ذكرين. الحمامتين واحدة عليها ريشتين، الجوز الحمام ده واحدة عليها ريشتين واحدة عليها 3، وغالبا بنسبة كبيرة هما نوتيان مش ذكر وانتاية. وطبعا من حق اي حد يشتري يكون متأكد، ولو حابب مثلا تصبر لحد ما نتأكد كمان مفيش مشكلة. بس انا بقول هو كل ذكر اخد نتاية، لان انا عرضتهم من كام يوم، وكنت عرضاهم على سنين ذكر ونتاية. لما شفتهم على الطبيعة ونزلوا في وسط الحمام، كل ذكر ولف، كل نتاية ولفت مع ذكر. فعشان كده انا اتأكدت ان هم ان شاء الله نتايتين. نتايتين يعني ما شاء الله، حجم وصح وحاجة يعني مش محتاجة ان انا اتكلم عنها كتير. بالنسبة لوقفة الحمام، يعني ساعات احيانا الحمام التصوير بيكون مش احسن حاجة، لكن بأمانة هم احسن من التصوير 1000 مرة. الجزء اللي بعد كده ده برضو كانوا ذكر وانتاية، بس احنا لما يعني دول ذكر وانتاية من الحمام. الصراحة احنا حوشنا يعني الذكر ده النتاية اشتغلت مرة واحدة، يعني مرتين اتنين، لكن الذكر اشتغل اول مرة وبيضه الحمد لله طلع مخصب. والحمام زي ما حضراتكم شايفين زي الفل. الحمام يا جماعة بيفرق. في ناس بتشغل الحمام ده حضان سعره يعني لو ببلاش الناس ما تجيبوش. في ناس بيبقى عندها الحمام كبير في السن، في ناس بيكون عندها الحمام هلكان اصلا، لا بتأكل كويس ولا بتشرب كويس، والحمام كل شوية بيمرض. الحمام بيكون على حسب مستواه الصحي، وكمان على حسب مستواه كفرد حمام، سواء كان كبير بقى او صغير. الحاجات دي كلها طبعا للناس اللي فاهمة، اللي لها واللي عليها، للناس اللي بتبقى يعني عارفة وفاهمة كويس. اما الناس اللي بتتكلم وخلاص، ده ممكن يروح يشتروا حمام عجوز، ده ممكن يناسب لهم، ممكن يكونوا كمان يجيبوه ببلاش، لان الحمام العجوز بياكل وبيشرب، ممكن ينتج عندك مرة وبعد كده ما يبقاش منه له فايدة. فنصيحتي لأي حد لما تيجي تشتري حمام ما تدورش فيه الفلوس من مكان، من مصدر موثوق منه. فرد الحمام اللي عمره 9 شهور غير اللي عمره سنة، غير اللي عمره 3 سنين، غير اللي عمره 5 سنين. بيبقى بيفرق في مستوى فرد الحمام، في السن وفي العمر، وفي الحمام يعني كان ازاي موجود عند صاحبه. فالحاجات دي كلها الناس تخلي بالها منها، عشان بس الناس تكون واخدة بالها.
الجزء اللي بعد كده، وانا شايفة بأمانة يعني انا بكون مجرد وسيط بين الناس. بأمانة شايفة ان الحمام مفيش فيه اي حاجة. الحمام ما شاء الله ربنا يبارك لصاحب الحمام. حمام فيه تكشيرة، حجمه حلو، تمسك الحمام تلاقيه تقيل وكويس، مفيش فيه اي حاجة. فان شاء الله ربنا يبارك لكل واحد يتقي الله في البيع والشراء. الحمام كله لسه عليه ريش، يعني لسه ما اشتغلش. وطبعا ميزة بتميزه فرد الحمام اللي بيقعد يتهلك سنة، غير اللي بيشتغل شهرين، غير اللي بقاله 5 سنين. ده بس الناس لازم تفهم وتعرف. في جوز حمام بيبقى ب400 500 جنيه، بس اتهلك شغل صاحبه، يعني خد منه لحد ما استكفى خالص، وبعد كده بدأ ان هو يعرضوا يبقى انهي احسن، ابو 1500 ولا ابو 500 جنيه. العاقل يفكر ويميز ويبقى عارف هو بيجيب ايه. الحمام بصراحة مجموعة انا شايفة انها مجموعة كويسة جدا. مجموعة من الحمام التكشيرة وفرد الحمام اللي رجليه طويلة، كل المميزات اللي اي حد ممكن يكون بيدور عليها. الجوز ده زغاليل معتمدة على نفسها من عندي. أنا عندي الحمام اللاحم الفرنسي الحمد لله بفضل الرحمن كله بيور. الحمام ما شاء الله زغاليل معتمدة على نفسها اعتماد كلي، وأنا ما بطلعش الزغاليل يا جماعة غير لما بتبقى اعتمدت اللي هو الاعتماد الكلي. يعني ما تحتاجش أي مساعدة من أي حد ممكن يأكلها، تحط لها المية وتحط لها الأكل تاكل وتنقر وتبقى اعتمدت على نفسها اعتماد كلي. الحمام اللي عندي لاحم فرنسي ان شاء الله بيور، ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة محترمة ربنا يبارك ان شاء الله للبايع والمشتري. بالنسبة الكنج الاولاني الابيض ده من عندي انا، واللاحم ده برضو من عندي انا. سلالة محترمة، حاجة كويسة، زغاليل يعني زي ما بيقولوا، يعني مش محتاجة ان انا اتكلم. بالمناسبة للناس اللي بتستغل الاسعار، زغاليل اللاحم زغاليل البلدي موجودة في قلب السوق ب100 و150 جنيه، وعمرها لا يتجاوز 7 28 يوم. فالناس تتقي الله في بعضها، ومحدش يحاول يعني يسقط من سعر حاجة. كل حاجة بيكون لها سعرها عشان سنها، عشان الناس يعني تقول أي كلام بصراحة وخلاص. الجزء اللي بعد كده برضو جزء من الحمام اللاحم الفرنسي زغاليل برضو. دول جوزين زغاليل اهمت ما شاء الله تبارك الرحمن. حاجة محترمة، حمام يعني من سلالات طيبة وأصول كويسة. بالمناسبة أنا استحالة أساعد الأهالي نهائيا. الحمام عندي بياكل وبيشرب وبيعتمد على نفسه من الأهالي، يعني الأهالي بتفضل تأكله لحد ما أنا ببدأ إن أنا أخرجه، او خلاص الاقيه بدأ ان هو ياكل لوحده وخلاص. الاهالي اتخذت بقى اتجاه قربت تطلع او حاجة، ببدأ ان انا احطه في مكان تاني. الحمام ما شاء الله حاجة محترمة، بس يمكن يبدو عليه ظهريا الاتساخات، لان انا كنت حاطة مجموعة زغاليل مع بعضها وسلاكة، يعني ما كنتش بصراحة يعني قفلت، يعني ما حطيتش كرتونة فوق، فاللي فوق كان بيعمل اخراج على اللي تحت، ودي كانت عندي بس هي المشكلة. الجزء برضو زغاليل معتمدة على نفسها. زغاليل ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما حضراتكم شايفين. كل الحمام الكن اللي انا زغاليل دي من عندي انا، حاجة كويسة، حاجة محترمة. زغاليل بصراحة تفرح القلب. الاهالي عندي بتلحم العش في العش، يعني الزغاليل دي برضو من انتاجي بفضل الله. الحمام او البيض اللي انا كنت جايباه من السعودية. والبيع على فكرة انا يعني ببيع برضو بما يرضي الله للناس اللي فاهمة. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا يعني ما شاء الله فرد الحمام مش محتاج ان انا اتكلم عنه كتير. اظن ان هو الابيض ده احتمال كبير، انا يعني بقول معرفش بصراحة، هما لسه ما بنوش الذكر من النتاية، لان هما لسه زغاليل دوب معتمدة على نفسها. ده جزء برضو من الحمام، اخوات على فكرة، يعني بينهم وبين بعض بس 15 يوم. وقفة الحمام طبعا بتفرق في تصويره وفي شكله.
لكن انا بحب طبعا يعني الحاجة تكون بطبيعتها، ما بحاولش ان انا يعني افور.